السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة سؤال اتكرر كتير، إجابة على سؤال اتكرر كتير وبيتسأل لي دايما على البرايفت أو في العادي أو في كل حاجة. أنا عندي جلسة كيماوي، ايه هي الاحتياطات اللي المفروض أعملها، وايه هي أهم حاجات تخص الأدوية، تخص الأكل، تخص الحياة عموما اللي أعملها عشان الجلسة تعدي على خير وما يحصلش مشاكل وما تعمليش مشكلة. طبعا السؤال ده بيتسأل مني او اكتر حاجه بيتسأل فيها هو الجرعه الاولى، لان الناس بيبقاش عندها اي اكسبيرينس او اي خبره في الجرعه اللي هاخدها دي هتعمل ايه، او ايه مضاعفاتها، او اكل ايه في اليوم ده، او اعمل ايه. عشان كده الكلام موجه اكتر بكتير للناس اللي اول جرعه كيماوي ليها في اليوم ده. اما الناس اللي بتاخد جرعات بعد كده، يعني الجرعه التانية التالتة لغايه الاخيره ان شاء الله، كده كده هيبقى معظم التعليمات هي مفيش اي اختلاف ما بينهم. احنا تقريبا بنتكلم على الكيماوي بصفة عامة، وفي شوية تكات كده هنقولهم للناس اللي ليها بعض الأدوية المعينة اللي بتبقى عايزة احتياطات أكتر من الأدوية التانية. خلينا نتكلم في الأول على بداية العلاج الكيماوي. طبعا أنا مثلا واحدة عندها علاج، جرعة علاج مثلا، وليكن أول الأسبوع يوم مثلا الحد مثلا، عندها جرعة الكيماوي بتاعتها أول جرعة أو جرعة كيماوي عموما. أي جرعة كيماوي، أي جرعة علاج كيماوي لازم نعمل قبلها صورة دم ووظائف كبد وكلى. وزي ما قلنا أكتر من مرة إن صورة الدم ووظائف الكبد والكلى مش لمتابعة المرض نفسه، ولكن عشان أحكم على نخاع العظم، أحكم على الكبد، احكم على الكلى، هل تاثروا من العلاج الكيماوي ولا لا باي شكل من الاشكال، او حتى تاثروا من المرض زائد العلاج الكيماوي باي شكل من الاشكال. لان زي ما احنا عارفين ان الكيماوي بيأثر على نخاع العظم، بيأثر على الهيموجلوبين اللي هو الانيميا، وبيأثر على المناعه، وبيأثر على الصفائح الدمويه. فلازم في ارقام معينه من ننزل عشان نقدر ناخد العلاج الكيماوي بصفة طبيعية. فما نقدرش ناخد العلاج لو الهيموجلوبين مثلا اقل من 8، لو الصفائح الدمويه اقل من 80، لو المناعه اقل من 3، والغدد واللي هي الكرات الدم البيضاء النيتروفيلز اقل من 1 او 1.5. يعني بيبقى في برضو اختلافات بسيطه كده بنقدر نحكمها وممكن نتحرك فيها. يعني مثلا الهيموجلوبين من 8 ل 9، الصفائح من 80 ل 100، الكرات الدم البيضاء عموما كلها على بعض من 3 لغاية 2 و8 برضو ممكن نقبلها. يعني الموضوع بيتحرك من حالة لحالة، دي بقى تبع نظرة الدكتور وتبع حالة المريض عموما. وظائف الكبد والكلى برضو، الكرياتينين اللي هو وظائف الكلى لازم تكون الكلى كويسة. طبعا ممكن نسمح بان الكرياتينين يكون عالي شوية في بعض الأحوال، ولكن طبعا لازم بنظبط الأدوية المناسبة اللي بتتاخد مع وظائف الكلى العالية. برضو وظائف الكبد، انزيمات الكبد ممكن تعلى مع العلاج الكيماوي، ممكن تعلى لا قدر الله لو وجود اي حاجه في الكبد، او وجود ثانويات في الكبد لو هي معروفه من الاول، او حتى من غير اي ثانويات ولا حاجه. ولو في، لان العلاج نفسه بيأثر على الكبد، ممكن الانزيمات تعلى، لان احنا عارفين ان اي سموم من الجسم بتخرج عن طريق الكبد وعن طريق الكلى. الصفرة برضو من الحاجات المهمة اللي بتحكمنا في حاجات كتير، ان احنا ممكن ناخد العلاج ده ولا لا، ان احنا نكمل ولا لا، ان احنا نقلل جرعة العلاج ولا لا. يبقى اهم حاجة ان احنا نعمل صورة دم، وان احنا نعمل لها عد نوعي لكرات الدم البيضاء، ونعمل وظائف كلى على الاقل، نعمل كرياتينين ويوريا، ووظائف الكبد نعمل ALT وAST وبالروبين. دي الاساسيات. عايزين نزود باقي وظائف الكلى بقى، اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم واليوريك اسيد، مفيش مشكله. عايزين نزود وظائف الكبد زي بقى الGGT والالكالين فوسفاتيز والالبيومين، وبقيه وظائف الكبد برضه مفيش مشكله، لكن الاساسيات اللي احنا قلنا عليها. يبقى اول حاجه ضروريه لجرعه العلاج الكيماوي ان انا اعمل صوره دم ووظائف كبد وكلى قبل الجرعه بيوم او يومين. وممكن نتيح الفرصه اكبر من كده في عدد الايام بالنسبه للجرعه الاولى. يعني واحده هتاخد اول جرعه علاج كيماوي ليها، ممكن نسمح لغايه ان التحاليل تبقى قديمه لغايه اسبوع. ولكن لو احنا بناخد جرعات ورا بعض، يفضل ان التحاليل دي تكون قبلها بيوم او يومين.
طيب هل لو حد بياخد جرعات كل اسبوع زي التكسول ويكلي مثلا اللي هو التكسول الاسبوعي، هل اعمل تحاليل كل اسبوع؟ يفضل ان احنا نعمل صورة دم كل اسبوع، وممكن وظائف الكبد والكلى تبقى كل 3 اسابيع. يبقى لو بناخد كل اسبوع يبقى نعمل صورة دم، من الافضل ان احنا نعمل صورة دم كل اسبوع، خاصة لو انت من الناس اللي بتتأثر بالعلاج وصورة الدم بتاعتك بتقل شوية سواء على الهيموجلوبين او المناعة او الصفائح، فيفضل ان احنا نعمل صورة دم كل اسبوع. اما وظائف الكبد والكلى ممكن نخليها كل 3 اسابيع، خاصة لو هي كانت في الطبيعي او مش متأثرة من قبل كده. طيب لو واحدة بتاخد جيمزار مثلا، الجيمزار من الحاجات اللي ساعات بتاخد اسبوعيا او 3 اسابيع ورا بعض او اسبوع اليوم الاول والثامن، يفضل برضو ان احنا نعمل صورة دم، لان الجيمزار زي ما قلنا بيأثر على الصفائح الدموية في اكتر من مرة، ممكن يقللها، وممكن لو الصفائح قلت بطريقة ملحوظة ممكن ما نقدرش ناخد جرعة العلاج الكيماوي. طيب هذا ما يخص التحاليل اللازمة. طيب لو انا هاخد الادريامايسين اللي هو الدواء الاحمر، يبقى قبل الجرعة المفروض اكون عاملة ايكو، المفروض اكون عاملة التصوير القلب اللي هو الموجات الصوتية على القلب اللي هو الايكو، عشان اطمن على كفاءة عضلة القلب، حاجة اسمها الايجكشن فراكشن، لازم اكون متأكد منها قبل ما ابدأ الادريامايسين او الفارماروبيسين اللي هو الدواء الاحمر. ليه؟ لانه بيأثر على عضلة القلب، ولازم اعرف قبل ما ابدأ كانت كام، عشان لو حصل اي مضاعفات اعرف ان هل المضاعفات دي حصلت بعد ما بدأت العلاج ده، ولا هي اصلا من الاول كانت موجودة، وهل لو عضلة القلب ضعيفة اصلا هقدر ادي دواء زي ده ولا لا، ولا استبدله بدواء تاني بديل ليه يكون اقل تأثيرا على عضلة القلب. طيب برضو الهيرسبتين والبرجيتا من الادوية الموجهة اللي لازم نعمل برضو قبلها تصوير لعضلة القلب، واللي ماشي على الهيرسبتين والبرجيتا ما بيبقاش لازم ان انا اعمل له صورة دم ووظائف كبد وكلى كل جرعة، انها ممكن اعملها كل شهرين كل 3، او لو اي جد جديد يعني اطلب التحاليل دي. ولكن اللي لازم اعمله هو تصوير القلب اللي هو الايكو كل 3 شهور او كل 4 جرعات من الهيرسبتين والبرجيتا. الادويه برضو زي الدوسيتاكسل اللي هو التاكسوتير اللي هو بيبقى كل 21 يوم، من الادويه المهمه اللي لازم قبل جرعه العلاج الكيماوي بيوم ابدا اخد العلاج التحضيري، بيبقى عن طريق كورتيزون سواء حقن او سواء اقراص. باخد الحقن او الاقراص غالبا بيبقى مرتين، قبل الجرعه بيوم ويوم الجرعه وبعد الجرعه بيوم، ده اسمه علاج تحضيري. وده عشان نقلل حاجتين مهمين، نقلل حاجه اسمها ووتر او فلويد ريتنشن، ان التاكسوتير يحبس الميه في الجسم، الكورتيزون هنا بيساعد على خروج الميه من الجسم بشكل طبيعي. اما الحاجه الثانيه هو الحساسيه، لان التاكسوتير من الادويه اللي بتعمل حساسيه فبيقلل حدوث الحساسيه. كذلك مع التكسل اللي بيتاخد كل 3 اسابيع، برضو في جايد لاينز او من بعض الدكاتره وانا منهم من الناس اللي بتحب تدي علاج تحضيري قبل التكسل لو هيتاخد كل 3 اسابيع، انما لو كل اسبوع فما هنا العلاج التحضيري مش هيفرق قوي، الا لو كان في حصل قبل كده حساسيه مع التكسل الاسبوعي، وده شيء برضو قليل. ايه بقى؟ طيب ده ما يخص، ده كل كده ما اتكلمنا على ما يخص التحاليل او الفحوصات وكمان بعض الادويه. اما ما يخص الاكل والشرب، فقبل الكيماوي بناكل يعني اكلنا الطبيعي. يفضل بقى في يوم الكيماوي نفسه افطر عادي، فطار خفيف ظريف كده، بقسماط، ساندوتش جبنه كده بسيط. ما اكلش طبعا الحاجات التقيله او المسبكه، ما اضربش بقى فول على طعميه على بدنجان على الفطار الحلو ده، نتجنبه في يوم الكيماوي، وكام يوم ممكن 2 3 كمان بعدها. ليه؟ لان زي ما قلنا العلاج الكيماوي بيأثر على الجهاز الهضمي، بيزود حمض المعده شويه، بيزود الترجيع والغثيان برضو بعض الشيء، فهتجنب اي اكل في الايام دي ممكن يزود الاحساس ده، خاصه اليوم الكيماوي نفسه الصبح نتجنب الحاجات الثقيله زي الطعميه والبدنجان والحاجات اللي فيها زيوت، ونتجه للاكل الخفيف زي بقسماط، عيش بجبنه كده، اي حاجه فطار خفيف. وبرده في اليوم ده نحاول في وجبه الغداء والعشاء نتجنب الحاجات المسبكه، الحاجات التقيله، الحاجات اللي فيها زيوت ودهون كتير. ممكن لمده 3 ايام، وممكن ناس تستمر معاهم الموضوع ده لمده 5 ايام او اسبوع، نحاول نتجنب بشكل كبير الاكلات المسبكه او فيها دهون وزيوت كتير، عشان ما تزودش احساس الغثيان والترجيع، او تزود برده موضوع حموضه المعده. واحنا طبعا بناخد الادويه المساعده اللي بعد الجرعه، اللي بتبدا من بعد الجرعه على طول لمده 3 ايام 5 ايام اسبوع، على حسب ما الدكتور هيوصف لك، على حسب الاعراض اللي عندك. طيب كده كمان اتكلمنا على الاكل يوم الكيماوي. طب الشرب بقى، نشرب ميه كتير على قد ما نقدر. الميه بتساعد على ان العلاج الكيماوي يخرج من الجسم سريع عن طريق الكبد او عن طريق الكلى، بيساعدوا على ان الجسم يتخلص من السموم دي.
في ناس بتتوجه لشرب العصير، مش عايزين اي عصير فيه مواد حافظه، مش عايزين برضو عصير حمضيات، يعني مش عايزين عصير برتقال، مش عايزين عصير ليمون، نتجنب جوافه. الحاجات دي نحاول نتجنبها بشكل كبير في يوم الكيماوي والايام اللي بعديه البسيطه 3 أو 5 ايام، لانها من الحاجات برضو اللي بتزود حمض المعده. العصير زي ما قلنا مش هو حل سحري ولا حاجه، احنا عايزين بالكتير كوبايه عصير واحده في اليوم، ممكن تبقى رمان، جزر، رمان على بنجر، الحاجات دي مفيده مفيش مشكله خالص. لكن اوعى تاخد ان العصير هو بديل الميه ونقعد نشرب في عصير، لان العصاير من الحاجات اللي فيها سكر مركز، انت بتركز كذا ثمره فاكهه في كوبايه عصير واحده، فده انت تاخد كميه من السكر الكبيره. حتى لو انت ما ضفتش سكر من بره، فانت برضو بتاخد كميه سكر كبيره. ما يفضلش ان احنا نزود ابدا عن 200 ل 300 مللي عصير في اليوم، اللي هي كوبايه حلوه كده ناخدها مع اي وجبه من الوجبات، حتى لو من غير اضافه سكر ما نزودش في العصير. نشرب ميه على قد ما تقدر. لو انت حاسس ان ساعات العلاج بيغير طعم الميه ومش قادر تشرب ميه كويس، ممكن نحط عليها ليمون، ممكن نحط عليها نعناع، ممكن نحط عليها ميه ورد نخلي طعمها مختلف شويه، ممكن يساعد على اننا نشرب ميه على قد ما نقدر. ده تقريبا الاحتياطات اللي المفروض نعملها، سواء كانت دي اول جرعه لينا او سواء دي جرعه كيماوي عاديه، بما يخص التحاليل، بما يخص الاحتياطات العامه، بما يخص برضو الاكل والشرب. ويا رب يهون عليكم كل جرعه دي، وتخلصوا العلاج بتاعكم على خير، وتبقوا بألف صحه وسلامه، واشوفكم على خير.